السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أخبار البورصة وأخبار السوق المحلي والعالمي. إيه اللي حصل النهاردة 13 أغسطس 2023. النهاردة ارتفع المؤشر 8%، وصل إلى 17,851 نقطة، وعدد الأسهم المتداولة 219 سهم، بصعود حوالي 118 سهم وهبوط 27 سهم. تعالوا نشوف قيمة التداول النهاردة. قيمة التداول كانت 1,780,000,000، قيمة معقولة. ترتيب الأسهم من حيث قيمة التداول، طبعا أول سهم معانا بلتون 490 مليون، بعديه حديد عز 122 مليون، بعديه مصر الجديدة 106، والتجاري 76، وسهم أبو قير 66 مليون. تعالوا نشوف ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية. أول قطاع طبعا الخدمات المالية بقيادة بلتون، عامل حصة سوقية تقريبا 36%. بعديه قطاع العقارات 14%، ثم قطاع الكيماويات 10%. النهاردة كانت المؤسسات المصريين والعرب والأجانب شراء، وكانت الأفراد مصريين وأجانب وعرب بيع. دي كانت أخبار السوق المصري، أخبار البورصة النهاردة. تعالوا نشوف أخبار الأسهم. أول خبر معانا أرباح فوري ترتفع 231% خلال النصف الأول من 2023. تاني خبر ابن سينا تضاعف أرباحها إلى 131 مليون خلال النصف الأول من 2023. الخبر اللي بعديه ارتفاع أرباح طلعت مصطفى 40% إلى 1.5 مليار جنيه. الخبر اللي بعديه تنفيذ صفقة أسهم إثابة على سهم كيلوباترا بقيمة 10.5 مليون جنيه. آخر خبر معانا ارتفاع أرباح بنك التعمير والإسكان 152% إلى 3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023. تعالوا نكمل الأخبار المحلية. أول خبر معانا مصر تطرح 152 فرصة استثمار صناعي لكبح واردات بقيمة 30 مليار دولار. الخبر اللي بعديه خفض مصرف سيتي جروب نظرته متفائلة للسندات المصرية بسبب مخاوف بشأن بطء تقدم مصر في بيع الأصول الحكومية. الخبر اللي بعديه يعتزم البنك المركزي يوم الثلاثاء المقبل طرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو. الخبر اللي بعديه إطلاق المؤشر الإسلامي وبورصة العقود الآجلة في الربع الأخير من عام 2023. تعالوا نشوف الأخبار السوق العالمي. أول خبر معانا الفيدرالي قد يوقف دورة التشديد النقدي مؤقتا بعد ارتفاع التضخم في يوليو. آخر خبر معانا الطلب العالمي يرتفع لمستوى قياسي حيث سجل 103 مليون برميل يوميا. دي كانت آخر أخبارنا، أخبار البورصة وأخبار السوق المحلي والسوق العالمي بتاريخ اليوم 13 أغسطس 2023. أتمنى أن الفيديو يكون عجب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد لتتلقوا كل جديد، وأتمنى الانضمام إلى جروب الفيسبوك جروب البورصة في أكاديمية عواد. هسيب لينك الجروب موجود في أول تعليق في الفيديو. وأشكر حضراتكم جدا جدا جدا، ونلتقي في فيديوهات قادمة، وأهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. شكرا جدا لكم.